مرحبا حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ تعالوا انا وياكم نسوي الحامض الشلغم العراقي من ايدي. اتمنى يعجبكم حبايبي. شوفوا شكله بالنهاية روعة. طبعا خليت وياه كوبة الحامض الشلغم، بس بعدين راح اشوفكم شلون اسوي هاي الكوبة. اليوم راح نحكي بس عن الحامض الشلغم اللي هو المكون الاساسي، هو السلق مثل ما تشوفون حبايبي. طبعا السلق العراقي اللي نستخدمه للدولمة هو نفسه اللي راح استخدمه كمكون اساسي لهذا الحامض الشلغم. قطعته بهالطريقة حبايبي، بطريقة ناعمة. وعندي هذا شلغم قطعته الى شكل مربعات مثل ما تشوفون. هيجي صار شكله. يفضل يكون بهالحجم، يعني لا تنعمون اكثر حتى اخاف يذوب، او يعني هيجي راح يستوي استواء جدا ممتاز اذا كان بهالحجم. طبعا مثل ما تشوفون عندي هذا التمن هذا هو تمن تركي اللي يصير حبايته يعني شلون نسميها، سمينة او مدببة، يعني مو مثل البسمتي. وعندي هذا، طبعا ما عندي تمن عنبر، بس هو يفضل تمن عنبر. وعندي هذا الخلاط الكهربائي. بلشت اذوب او اطحن، يعني هي مثل تطحن وتخلط كل شيء مثل ما تشوفون. يعني كمية حجم حباية التمن، شوفوا شلون صار بهالطريقة، يكون أنعم أفضل. طبعا نزلت السلق على النار مثل ما تشوفون بهذا القدر، ونزلت أيضا الحامض الشلغم، أو سوري الشلغم اللي أنا قطعته. ونزلت التمن أو الرز اللي أني تقريبا طحنته أو كسرته مثل ما تشوفون بالكسارة الكهربائية. طبعا أتركه على النار لحد ما أحس شوية بلش يذوب، وبلش يعني يطلع بخار. مثل ما تشوفون حبايبي، هسه اجا وقت احط رشة حلوة من الكركم. لا تحطون هواية حتى لا يصير لونه اصفر. هذا هو الكركم حبايبي، خليت شوية منه. وهسه خليت طبعا مي، ومرته بالمي مثل ما تشوفون حبايبي، بحيث لا تخلون مي هواية حتى لا يصير خفيف، يكون هيجي مثل ما اني هسه مسويته. شوفوا المي ما غامر يعني لدرجة كبيرة، ما صعد هواية عن المواد اللي خليتها. شوفوا حبايبي بلش يفور وبلش يغلي وبلش ياخذ استواء عالي، ان كان السلق وان كان حتى الشلغم اللي مقطعته بشكل مربعات. طبعا هاي الأكلة هي من الأكلات الشتوية الشهيرة بالعراق. مثل ما تشوفون حبايبي بلش حتى لون السلق يتغير. وخليت هسه من بعد ما بلش يغلي أبدي أرش الملح، وأكيد الليمون، لأن هو من اسمه حامض شلغم فأكيد الحامض لازم ما نستغني عنه بالقدر. أو تحبون، أكو ناس ما يحبون هو من يصبوه يديرون الليمون شوية شوية، يعني على القدر، على الماعون أو الكاسة اللي ياكلون بيها. وهذا شكل النهائي حبايبي، طبعا روعة. طبعا هاي الكبة أنا نزلتها بغير فيديو، راح إن شاء الله أشوفكم إياه بأقرب وقت. شوفوا حبايبي شكل الحامض الشلغم، طبعا جدا مغذي وجدا شيء مفيد وصحي بالأكلات الشتوية العراقية. لا تنسوا حبايبي الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لكل حتى يوصلكم إشعار فيديوهات الجاية. أيضا الإعجاب والتعليق الحلو مثلكم. أحبكم هواي، يلا باي باي.